عجبا كيحكي أي تيدر كما سمعتنا في البرنامج والعهدة عليه. سمحوا لي هذا التاريخ نتكلموا بصراحة حتى تاهي الأجيال. هذا كريم حجاج هذا مول هذا الكرام كان صديق حميم ديال عباس المسعدي. نعوذ بالله من الغدر ونعوذ بالله من الخيانة. كيثيق فيه واستدرجه لواحد الشق قفاس، وكان المهدي بن بركة وعصابته يعني مخبيه للرجل وقتلوه. قتلوه نهار 7 يونيو عام 1956. مقتل رجل كبير عظيم تيقول أي تدر باقي حي. البرنامج هو كاين. تيقول الحسن الثاني غوت على المهدي بن بركة قال لي قانونيا انت خصك تحاكم، الحل وتهرب. هذيك هي الخرجه ديال بن بركة، نسأل الله السلامة والعافية. قتل مظلوما لكنه قتل ظلما العشرات بل المئات. هضروا على هذا الجانب. قتل ظلما كتديروا عليه افلام وقضايا ومحاكم، وهذا جيبوا الناس اللي قتلهم، قولوا الاجيال القتلة من هم القتلة الحقيقيون. وقتلتوا رجال الكبار. عباس المسعدي تقتل بذاك الشكل كان لا يهاب احدا، كان لا يهاب احدا. شي عبد الكريم الخطابي، عبد الكريم الخطابي، وقال لهم انا لن اضع السلاح حتى تخرج فرنسا من شمال افريقيا. احنا الشاهد عندنا بس ما نتوسعوش، هو اللي قتل يعني عباس المسعدي هو المهدي بن بركة، واللي قتل المئات من الشباب الابطال ديال حزب الشورى والاستقلال.